عيش نملة تاكل سكر. ناس كتير قوي بيكرروا الجملة دي اليومين دول، قصدهم إن البساطة بتبعدك عن المشاكل وتخليك تعيش حياة مرتاحة. بس للأسف المفهوم ده ابتدى يدخل في حاجات كتير في حياتنا ما ينفعش ناخدها ببساطة، زي إيماننا وعلاقتنا بربنا. ربنا لما طلب مننا إن احنا نكون بسطاء كالحمام، ما كانش يقصد إن معرفتنا بيه وكلامه ووصاياه تكون معرفة سطحية، لكن كان قصده بساطة القلب ونقاوته. الكتاب المقدس بيقول: هلك شعبي لعدم المعرفة. ربنا كان بيكلم الكهنة وبيقول لهم: انتوا ما وصلتونيش لشعبي صح. بس للأسف بالرغم من ان الشعب ملوش ذنب في المعرفة الغلط إلا انه هلك. ليه؟ لأن ربنا ادى لكل إنسان عقل وإرادة حرة وطلب منه انه يختار. ربنا في سفر التثنية بيقول للإنسان: قد جعلت أمامك الحياة والموت، البركة واللعنة، فاختار الحياة لكي تحيا أنت ونسلك. الكلام ده معناه إن ربنا مدي لكل إنسان حريته إنه يختار الفكر اللي يمشي وراه والإيمان اللي هيعيش بيه بقية حياته. يعني للأسف مش هينفع نقف قدام ربنا في اليوم الأخير ونقول له: أنا اتولدت لقيت نفسي كده، أو هم اللي علموني كده، أو كل الناس اللي حواليا بيعملوا كده. الشيطان بيحاول يضحك علينا بفكرة البساطة في معرفتنا بربنا وبكلامه. عشان كده في حاجات كتير بنعملها دلوقتي بمنتهى البساطة وما نعرفش إنها مكروهة جدا على قلب ربنا، ونتيجتها كانت صعبة أوي اللي عملوها قبل كده. زي مثلا العرافة والدجل اللي دلوقتي واخدة أشكال كتير، زي الأبراج وفتح الكوتشينة وقراية الفنجان والودع والكريستال، اللي الشيطان دخلها في حياتنا على إنها تسلية وأقنعنا إن مفيش منها ضرر. لكن لو بصينا في سفر التثنية إصحاح 18 هنعرف قد إيه إن الحاجات دي في منتهى الخطورة وقد إيه ربنا بيرفضها، لأن بمنتهى البساطة معناها إننا بنحاول نعرف المستقبل من حاجات بعيدة جدا عن ربنا. فكر في المسلمات اللي عندك وفي الممارسات اللي انت بتعملها واسأل نفسك: هل هو ده الطريق اللي هيوصلني ليه في النهاية؟ هل هي دي الحياة اللي ربنا اداني المسؤولية اني اختارها علشان اعيش معاه انا وعيلتي؟ يسوع المسيح بيخبط على باب قلبك. لو عاوز تتعرف عليه تعالى واشترك في جروب التليجرام. نعمة وسلام ربنا يسوع المسيح يكونوا معاك دايما.